بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو ليه لما اروح اتقدم لواحده ونتفق يقول لك اقرا الفاتحه؟ طب ليه لما نروح نقعد في مكان او في ميعاد او نقعد نتفق مع اي حد في الدنيا يقول لك طب نقرا الفاتحه على اللي اتفقنا عليه؟ طب ليه بعد صلاه الجمعه في الجوامع اللي بتشغل القران بعد ما يخلص القران او في البرامج اللي هو اذاعه القران الكريم بعد ما يخلص قراءه القران وقبل الاذان يقول لك الفاتحه؟ طب ليه في الشوادر بعد ما بيخلصوا المقرئ يخلص يقول لك الفاتحة؟ طب ليه اما تيجي تقعد كده وتذكر سيرة اي حد ميت يقول لك اقرا له الفاتحة؟ ايه اللي دخل الفاتحة في كل القصة اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ منين جت يعني؟ مين اللي قال لسيادتكم ان انا لما اتقدم لحد اقرا الفاتحة دي؟ ايه يعني ده حضرتك؟ ده كده قراية الفاتحة دي بمثابة عقد ما بينك وما بين ابو العروسة؟ طب مين اللي قال ان انا متفق معاك على شغلانه نقرا الفاتحه؟ طب انا لو انا ما كملتش الشغلانه ده يمين غموس بقى اتحاسب بيه ولا ليه كفاره ولا احنا بنعمل ايه؟ طب مين اللي قال بعد قرايه القران اللي اصلا مش موجوده في السنه ولا في الدين يوم الجمعه نقرا الفاتحه؟ فكر كده ودور في كل الكتب اللي انت ممكن تقراها او على النت اللي انت قاعد عليه، مش هتلاقي ليها اصل ولا ليها اي مكان. لكن هي ليها ايه بقى؟ لان احنا بنتفق عشان دي فتحة الكتاب فاحنا بنفتح بيها اي حاجة احنا عايزينها. يا سلام سلم. احنا ديننا، احنا الدين الوحيد اللي نزل والرسول اجتهد وتعب فيه وحارب، والصحابة بذلوا من العطاء ما بذلوا وماتوا في سبيله، واحنا في الاخر احنا بنعمله بقى ايه على هوانا احنا بقى؟ يا رب ده مش عاجبنا، احنا بقى نجيب الدين كده ونفصل. لا، شيل ان الست تبقى لابسه هدوم خليها عريانه. لا، شرب الخمر ده مشروبات روحيه ده حلال. اصل ايام زمان كانوا بيشربوا بلح وعنب، احنا دلوقتي بنشرب حاجه منقاه كده شركه عاملاها. ربنا اتكلم على ده الحرام لكن ده مش حرام. احنا دلوقتي بنركبوا عربيات هم كانوا بيركبوا جمل. احنا دلوقتي بنمشي على اسفلت هم كانوا بيمشوا على الرمله. فاحنا بنفصل على كيفنا وماشيين بيه على كيفنا. زي ما في الصعيد كده بيقول له تسلم يا ابو كيفو، يتوب علينا ربنا.